عارفة إحساس القرمشة اللي بتسمعيها في ودنِك من أول قطمة، أول ما تاكلي البطاطس وفجأة تلاقي طعم الجبنة السايحة الغرقانة فيها. النهارده هنعمل مع بعض أحلى بطاطس مقرمشة بالجبنة بطريقة احترافية في البيت. هنضبط التتبيلة ونوصل للقوام المضبوط عشان تطلع معاكِ كرات البطاطس بالجبنة بجد مش هتبطّلي تعمليها. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد. تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان تعرفوا تكات كرات البطاطس بطعم الجبنة. جبت حلة ورفعتها على النار ونزلت فيها بمية، ومعانا بطاطس مكعبات نص كيلو قطعناها بالطريقة دي، ونزلت بنص معلقة ملح ونقلب كويس كده اهوت. وبعد كده هنسيبها تتسلق معانا كويس جدا يا جماعة، تكون مستويه كويس جدا، ودي خطوة مهمة. ودي البطاطس بعد ما اتسلقت صفيتها كده بمصفى تنزل المية منها كلها، وهبتدي دلوقتي نهرسها كويس جدا. تقدري تسلقيها سليمة وتبشريها بالمبشرة مفيش مشكلة خالص، وتسهلي على نفسك. لو عندك الهراسة دي تهرسيها برضو خطيرة في منتهى الجمال. شايفين وانا بهرس بيها البطاطس معانا عاملة ازاي؟ في منتهى الروعة. اهم حاجة ما يكونش فيها ولا نقطة مية. يلا بينا مع بعض دلوقتي بعد ما هرسناها بالشكل ده. هننزل دلوقتي بمعلقتين دقيق على معلقة نشا، ودي خطوة مهمة هيشربوا اي سوائل فيها. معانا التوابل الخطيرة بقى: نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل، نص معلقة زعتر، نص معلقة بابريكا، معلقة كزبرة ناشفة هتديكي طعم خطير. ونبتدي دلوقتي بقى كل المكونات دي ندعك فيها كويس جدا لحد ما تحسي ان البطاطس معانا بقت كلها عجينه او كتله واحده بالطريقه دي. شايفين يا جماعه؟ خطوه مهمه عجينها دوت يا جماعه تتشكل معاكي بمنتهى السهوله. شايفين؟ ودخلي كل التوابل والمكونات دي، ريحتها خطيره وفي منتهى الجمال، وهتعمليها لاولادك بسيطه جدا وخفيفه ومش مكلفه خالص يا جماعه. يلا اعمليها كده وبقولي لي ايه رايكم فيها. بعد كده ما قلبناها بالطريقه دي، شايفين ناعمه خالص ازاي؟ يلا بينا دلوقتي نديها كمان هرسه كده ولا هرستين عشان تبقى ناعمه اكتر معانا. ودي من عوامل نجاحها انها تكون ناعمه بالطريقه دي ومفيش فيها اي تكتلات. يلا بينا دلوقتي بعد ما عجناها بالطريقه دي نشوف ملمسها كده مع بعض، ولو فيها اي حته جامده يا جماعه لازم تشيليها. شايفين يا جماعه زي الكوره ازاي؟ هتكوريها كده وتضغطي عليها. شايفين يا جماعه؟ يلا بينا هنركنها على جنب كده ونبتدي نشوف الكفر الخارجي ليها. معانا طبق هنزل فيه دلوقتي ببيضتين، درجة حرارة الغرفة عادي أو من التلاجة مفيش مشكلة خالص. وهنزل عليهم بأربع معالق لبن حليب، وهنزل معاهم بنص معلقة فلفل ونص معلقة ملح. وهنزل عليهم دلوقتي برشة جوز الطيب حلوة كده يا جماعة، تقدري تستغني عنها ودي خطوة اختيارية مفيش أي مشكلة خالص، بس فعلا بيفرق في الطعم. هنقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا عشان كلها تختلط مع بعضها كده، حاجة جميلة وروعة في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي بعد ما قلبناها بالطريقة دي معانا تلت كوباية دقيق وننزل بيها كده، وتبتدي كده بقى بالمضرب تضربيها كويس جدا لحد ما الدقيق يدوب معاكي خالص ويديكي نتيجه كده سايله في منتهى الجمال، زي خليط الكيك بالظبط بس اخف منه شويه. لو لقيتيها متماسكه شويه تقدري تزوديها برده معلقتين 3 ميه لحد ما تبقى سايله معاكي خالص، عشان ما تيجي تحطي معاها الكرات تبقى تديكي نتيجه في منتهى الجمال. ومعانا دلوقتي طبق نزلنا فيه بالبقسماط، وتقدري تجيبيه من عند العطار، وتقدري تحطي عليه كورن فليكس وتضربيه شويه في الكبه، او تجيبيه ناعم من عند العطار وتقدري تستخدمي بقسماط بس مفيش مشكله. يلا بينا دلوقتي معانا البطاطس، ومعانا دلوقتي البيض اللي ضاربينه باللبن، ومعانا البقسماط، ومعانا جبنه موزاريلا. هنبتدي دلوقتي نمسك قطعه كده كبيره شويه يعني اكبر من ليمونه، وتبططيها بالطريقه دي وتسويها. ونبتدي دلوقتي هننزل بالجبنه الموزاريلا كده في قلبها، بس خلي بالك الجبنه ما تبقاش على الاطراف خالص يا جماعه. وتبداي كده تقفليها، ما تخليش الجبنه ظاهره منها عشان ما تسيحش منك في قلب الطاسه وانتي بتقليها. قفلي بالراحه واحده واحده كده اهوت. شايفين يا جماعه سهله ازاي؟ وطعمها خرافه وتديكي نتيجه في منتهى الجمال اهو. شايفين بعد ما قفلتها بالطريقه دي هبتدي اكورها كده، سهله خالص، واحده واحده كده اهوت، بس ما تضغطيش عليها عشان عارفين البطاطس ناعمه جدا يا جماعه، ولو ضغطت عليها هتخرج منك الجبنه. شايفين بالطريقه دي؟ ننزل بقى دلوقتي على طول في اللبن بالبيض كده بالطريقه دي وبالشوكه كده واحده واحده. شايفين يا جماعه اهو؟ تقدري تخففيه شويه مفيش مشكله خالص، او شوكتين تقدري تمسكي بيهم، وتبداي تشيلي كده وتنزلي على طول في البقسماط، وتبداي كده بايديكي الناشفه كده وعلى خفيف خالص ما تضغطيش. شايفين واحده واحده ازاي بتشيل معانا من البقسماط؟ وخطيره اهي يا جماعه، سهله. وهتطلعيها طبق كبير من نص كيلو بطاطس، هتعملي كميه كبيره وطعمها في منتهى الجمال. تقدري تعملي جنبها شويه سلطه شويه مكرونه، حاجه سهله وخطيره ومش مكلفه خالص ومش بتاخد منك وقت.
وهتعجب كل اللي هياكلها عندك. شايفين يا جماعة؟ هتجيبيها وتفرديها بالطريقة دي، وتروحي نازلة على طول بالموزاريلا وتبدأي تقفليها بالطريقة دي. شايفين سهلة يا جماعة ازاي؟ بس عاوزة بالراحة تشتغلي كده وانت ايه، بمزاج ورايقة كده، وتقفلي بالراحة. شايفين واحدة واحدة ازاي وتكوريها؟ شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي اهي. عاوزة تكبريها براحتك، عاوزة تصغريها عن كده مفيش اي مشكلة خالص، بس الحجم ده جميل جدا ومناسب جدا. اهي كورناها، وهننزل بقى دلوقتي في البيض باللبن اللي احنا عاملينه مع بعض بدي العجينة الخفيفة دي. وتقدري برضو تخلي البيض لوحده واللبن لوحده ودي لوحده زي ما انت عاوزة. بس دي بسهل عليكي عشان تعملي بسرعة، ما تاخدش منك وقت خالص. اهي معايا شوكتين، وهبتدي كده انزل فيه البقسماط، وبايديا كده ايه هلفها في البقسماط كويس جدا. هتشيل معاكي. شايفين شايله معانا بقسماط ازاي وسهلة وخطيرة ازاي؟ اهي شكليها بالطريقة دي، وجنبك طبق طبعا بنرص فيه على طول. يلا بقى هخلص بقية الكمية وارجع لكم تاني على طول. دي الكمية بعد ما خلصناها، يلا بينا هدخلها الفريزر حوالي ساعة كده، وارجع لكم تاني نقليها مع بعض. معنا حلة بقى كده غويطة او طاسة غويطة، وتبدأي كده ايه، ننزل بكرات البطاطس الخطيرة دي. لازم يكون الزيت مغطيها بالطريقة دي. طبعا النار حامية، وهبتدي دلوقتي اوطيها شوية، يعني ايه، على حد النص كده يا جماعة. شايفين يا جماعة؟ ما تزوديش كتير في الزيت عشان الزيت ما يبردش معاكي وتفك منك. بالطريقة دي لازم الزيت يفضل سخن على طول. واحدة واحدة كده اهو، اوعي تقلبيها. سيبيها زي ما هي كده اهوت لحد ما تاخد معاكي لون. بس اهم حاجة زي ما اتفقنا تكوني مغطياها بالطريقة دي. هتطلعيها جميلة وخطيرة وفي منتهى الجمال. شايفين يا جماعة؟ بعد ما اتحمرت من الجهة دي، ابتديت اقلبها على الجهة التانية بالطريقة دي. ولا فكت معانا ولا فيها اي حاجة، وجميلة وخطيرة وفي منتهى الجمال يا جماعة. يلا جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه في الكومنتات. شايفين يا جماعة لونها ذهبي ازاي، ومقرمشة من بره وطرية كده من جوه، حاجة خيال. بتاكليها كده بتدوب في البق. شايفين يا جماعة مطلعاها كلها حمرا في منتهى الروعة ازاي. يعني ما تحاولي ما تخليهاش محمرة عن كده. هتطلع معاكي جميلة وخطيرة، وطعمها في منتهى الروعة، سهلة وخفيفة، مش هتاخد منك وقت خالص. اعمليها صدقوني مش هتندموا. يلا بينا بقى نرص رصة تانية بقى كده من الجمال والعظمة دي اللي احنا بنعمله مع بعض. شايفين يا جماعة الزيت لازم يكون سخن ازاي وبيغلي بالطريقة دي. ننزل واحدة واحدة كده، وزي ما اتفقنا ما تحطيش كمية كبيرة. هخلص الكمية بقى كلها وارجع لكم تاني. شايفين يا جماعة الجمال والعظمة ده؟ كرات البطاطس الخطيرة ديت المحشية بالجبنة، حاجة في منتهى الجمال. وبكده نكون خلصنا كرات البطاطس بالجبنة. شفتوا سهلة ازاي؟ مفيش اسهل ولا احلى من كده. انا واثقة ان دي هتبقى الوجبة المفضلة ليكم ولولادكم. جربوها دلوقتي ومش هتندموا. وهستنى رأيكم في الكومنتات. ولو حابين وصفات تانية سريعة كده زي دي، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير بيفرق معايا جدا، وبيخليني اقدم لكم كل وصفات تانية كتير عشان يوصل لكم كل جديد من وصفات المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة وبالهنا والشفا على قلوبكم. استنوني في فيديو جديد. سلام عليكم.